زينة صدمت الجميع النهاردة تحديدا. أعلن أحمد العوضي عن وصيته. قال الطبيب المعالج إن هو فاق لدقايق بسيطة وقال: أنا فعلا غلطت في حق ياسمين عبد العزيز، وهي استحملتني كتير جدا ووقفت جنبي كتير جدا، لكن بتمنى إن هي تكون هي وزينة في مركب واحدة. ده في غموض كبير جدا. أول ما قال إن ياسمين المفروض تتصالح مع زينة وتكون معاها وإيديهم في إيد بعض، الكل تيقن إن هو متجوز زينة من بعد ما أعلن وصيته. لكن والده كان بيهدي ياسمين وهي بتبكي بكاء هستيري أمام العناية المركزة، وبيقول إن هو لحد دلوقتي ما اتجوز، وإن والده بالفعل كان مصمم إن هو يتجوز واحدة تانية لكن ما يبعدش عن ياسمين. وقال: ياسمين بنتي، وإن أنا عمري ما هسيبها ولا هتخلى عنها، وكان بيهاجم وقتها زينة. لكن الغريب في الأمر كانت زينة والأوراق اللي بتقول إن هي معاها وإن لازم تظهرها في الوقت المناسب، وده طبعا بعد هجوم إلهام شاهين عليها، وقالت إن عندها فيديو لو اتسرب هيقلب الوسط الفني رأسا على عقب، وإنها لحد دلوقتي بتحذر زينة بنشر الفيديو اللي معاها. وقالت إن اتسرب لها الفيديو من أحد الأشخاص اللي كانوا متواجدين لحظة تصوير فيلمهم الأخير الإسكندراني، اللي دايما زينة بتعلن عنه وبتقول إن هو عرفها بأحلى حاجة في حياتها، وإن الفيلم ده مميز عندها جدا. زينة اللي كانت بتتكلم وتقول: يا جماعة اللي حابب يعرف انفصال أحمد العوضي وياسمين يسألهم هما، محدش يوجه لي أي كلام. زينة دلوقتي بتحرق قلب ياسمين عبد العزيز وبتفتح النار بإيديها، ومش صابرة حتى، مش مستحملة ياسمين ببكائها الشديد اللي بتبكيه من أمام العناية، وعاوزة إن ياسمين تبعد عن العوضي نهائيا، وإن هو يفوق ما يلاقيش ياسمين جنبه، يلاقي زينة هي اللي واقفة في ظهره وهي اللي واقفة جنبه. لكن زينة طبعا الكل أكد إنها بتحلم بعد ما كتبت: الواحد قد من أذية الناس عشان ربنا يكرمه، ممكن شوية أذى كمان من فضلكم، حبة أذى معنوي على حبة أذية في الرزق، ويا ريت لو شوية أذى في السمعة على الوش، أصل دول اللي ربنا بيكرم بعدهم جامد. الحمد لله ما تحرمتش من حاجة، فعلا أدي انتوا شايفين. وطبعا الكلمات دي اعتبرها البعض ان هي تريقة على بعض الجمهور اللي بيؤكد بعلاقة ما بين زينة وما بين احمد العوضي، ووقتها كانت تعتبر بتنفي علاقتها بالعوضي. طب ليه بتنشري بعض الصور؟ طب ليه بتستفزي ياسمين عبد العزيز؟ طب ليه بتطردي ياسمين عبد العزيز من المستشفى؟ هو الحال اتقلب زي الجمهور ما بيؤكدوا، بيقولوا فعلا الدنيا جرى فيها ايه، احنا بقينا في زمن العجايب. هو مين المفروض يبعد مين عن العوضي؟ المفروض ياسمين موجودة، زينة تختفي تماما. ده لو فعلا هي مفيش أي علاقة بينها وما بين أحمد العوضي. توعدت زينة من ساعات أمام المستشفى إن معاها أوراق ومستندات هتقلب بيها حال ياسمين، وده سبب بكاء وانهيار ياسمين عبد العزيز داخل العناية. فضلا من حضراتكم ندعي جميعا للعوضي، لأن يقال حاليا إن هو فاقد للنطق والوعي داخل العناية المركزة. بشكركم جدا أحلى وأرقى متابعين، وإن شاء الله أوفيكم بأي جديد، ومشكورة جدا لدعمكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.